أهلا بيكم في الجزء الثاني من شبح الأقصر على قناة فوكلر، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. عماد رجع الشقة وهو مرعوب، وأول لما فتح باب الشقة لقى صلاح واقف على رجله جنب الكرسي المتحرك ولكن جسمه بينزف دم. وقال لعماد بما انك انت وشادي اتقابلتوا مع بعض وحكيتوا لبعض على كل حاجة، حبيت اوريلك الطعنات اللي انا خدتها علشان تحس بالوجع والألم اللي انا حسيت بيه وتجيب لي حق يا بطل من اللي عملوا فيا كده. ده انا وانت صحاب واخوات من زمان يا عماد، وشادي هيساعدك. وصلت رسالة على تليفون شادي بجريمة قتل متصورة كاملة، وبكده بقى معاه كل المستندات. ولو ما جبتش حق يا عماد هتعيش متعذب انك ما جبتش حق اخوك وصاحبك اللي متغدر، وانا مش هزعل منك، بس حكم ضميرك قبل ما تسيب روحي مظلومة وفي ايدك تجيب حقي من الظالم. عماد برعب ودموع: صلاح انا ما عنديش مانع اجيب لك حقك، بس انا مش قادر اتخيل اللي سمعته ولا قادر استحمل اللي انا شايفه قدامي دلوقتي. انا جوايا اني عاوز اساعدك واجيب حقك، بس انا مش هستحمل ابات معاك في الشقة النهاردة، مش هعرف انام هنا، لا 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 مش هقدر مش قادر. وساب عماد الشقة وجري زي المجنون في الشارع، وعماد بيجري خبط في شيخ كبير. قال عماد وهو بينهج من الخوف والرعب: أنا آسف يا عم الشيخ. الشيخ قال له: ولا يهمك يا عماد يا ابني. عماد ارتبك وتوتر أكتر وقال برعب: أنت تعرفني منين؟ أنت منهم ولا إيه؟ الشيخ قال: اهدى يا ابني وما تخافش، أنا تبع شادي حكالي على كل حاجة وأنا هنا علشان أساعدكم، وكنت جاي لك أصلا وكويس إني قابلتك، وخصوصا بعد ما انت مشيت وسبت شادي جاله رسالة بفيديو للجريمة والمدير بيقتل صلاح، وأنا مش هسيبكم لحد ما تجيبوا حق صلاح وتستقر الروح وما تظهرلكوش تاني. شادي جه فجأة وعماد واقف مع الشيخ وقال له: يا عماد أنا وأنت والشيخ محمد بنكمل بعض دلوقتي. يا عماد تعالى بات معايا النهاردة وبكرة إن شاء الله نطلع على الاسم سوا ومعانا الشيخ محمد ونبلغ ونسلم المستندات اللي معانا. الشيخ محمد قال: ربنا حطكم في اختبار يا ولاد وانتم قدها إن شاء الله، توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. عماد اطمن واستجمع قوته من كلام الشيخ وشادي، وأول لما بدأ يوم جديد عماد وشادي ومعاهم الشيخ راحوا بلغوا فورا وسلموا كل المستندات وفيديو الجريمة، وتم القبض على المدير وشركائه. وعماد وشادي ومعاهم الشيخ راحوا الشقة تاني ولقوا صلاح واقف بملابس بيضة مبتسم وآثار الطعنات مختفي تماما، وشكر عماد وشادي وقال للشيخ محمد: يا عم الشيخ انت راجل صالح وبتاع ربنا، ما تنسانيش وخلي ليا نصيب من دعواتك دايما، ودي آخر مرة هتشوفوني فيها، ووجود صلاح في حياتكم هيبقى ذكرى ودعاء لأخوكم اللي مات وجبتوله حقه. سلام يا أجدع صحاب، سلام يا عماد يا أجدع أخ، وخلي بالك من نفسك يا شادي. وتم ترقية عماد وشادي في الشركة وبقت كل الشركة عارفة الحكاية، وكل الشركة جمعوا من بعض مبلغ كبير واتبرعوا بيه للمحتاجين والأيتام على روح الشهيد الحق صلاح عزمي. لو استمتعتم معانا بقصة شبح الأقصر اعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش تكتبوا رأيكم الجميل في التعليقات، وكمان تابعونا على صفحة فوكلر على الفيسبوك وعلى التيك توك. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله، مع السلامة.